من فات قديم وتاه بعد سنين ومعدات تعتبر هي الأغلى في السوق، بس أنا لسه قادر أطلع نتائج جامدة. كاميرا من 2014، يا ترى هل هتقدر تأدي وتطلع لي شغل يعتمد عليه في 2025 ولا صعب؟ وده اللي قلت هجربه مع أول كاميرا اشتريتها، وهي الكاميرا الكروب فريم النيكون الدي 3300، وكان عليها العدسة الأشهر وهي ال 1855. كان عندي تصوير فاشون في الاستوديو وقلت هجرب أصور بيها وأشوف. الصراحة كان بقالي تقريبا 5 سنين أو أكتر ما جربت صورت بيها جوه الاستوديو، فما كنتش عارف الصراحة الأداء بتاعها يعجبني ولا لا. والسيت اب الاضاءه بتاعي كان واحد دريم لايت وكنت عامله بستريب، والمين لايت بتاعي كان 2 اوكتا علشان ينوروا الموديل بتاعي كويس. ودي شويه من النتائج اللي طلعتها بيها. والصراحة الكاميرا الأداء بتاعها كان مقبول، مش وحش. ممكن الفوكس يكون بطيء شوية مقارنة بالكاميرات اللي موجودة دلوقتي وسرعة الفوكس اللي اتعودنا عليها، بس زي ما بقول دايما لو اديت أي كاميرا إضاءة كويسة طلع لك صورة حلوة. وعلى فكرة الصور اللي أنا نزلتها للسيشن دي عندي كان فيها صور كتير مصورها بالكروب فريم ومحدش لاحظ الفرق ولا كان في أي اختلاف في الكواليتي، عشان اللعبة مش في الكاميرا والعدسات وبس، لكن اللعبة أساسها هنا وفهمك للإضاءة كويس. فلو أنت معطل نفسك ومش عايز حتى تجرب غير لما تغير الكاميرا وتجيب أغلى عدسة، أحب أقول لك إن أنت للأسف غلطان وبتضيع على نفسك وقت كتير جدا. لازم تستثمر وتطور من نفسك في الإضاءة. بس كده، سلام.